السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين واحلى بنات في الدنيا في يوميات نونا شانل. قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا. طبعا النهارده جوزي قاعد اجازة وعايز ياكل اكلة سويسي. هي عايز سمك شوربة وسمك مقلي. طبعا هنا ده السمك المقلي بقى حطيت عليه الثوم والليمون والشطة والكمون والخل طبعا ونتبله حلو جدا. تبلته حلو زي ما انتم شايفين كده يا احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، وسبته على جنب. وهنا بقى هنعمل الرز الصياديه. طبعا هي مستعجله عشان جوزها النهارده قاعد اجازه وبيحب يتغدى بدري. هنا بقى مسكت البصله حطيت حبه زيت كده، ورحت قعدت بقى اشوح فيها كده لغايه ما البصله معانا احمرت معانا. رحت بقى نازله بالميه زي ما انتم شايفين كده يا احلى اخوات في الدنيا. وبعدين بقى نحط البهارات، هنحط هنحط بقى، هي لسه بتحط لنا الميه. هنحط بقى الكمون والفلفل والملح. انا صراحة على السمك ما بحبش احط الا كمون وفلفل وملح فقط لا غير. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هنا بقى بنزل التوابل، ادي الفلفل وادي الكمون، وهننزل برضو الملح عليه، وهنقلبه تقلبتين وهنسيبه لغاية ما المية تغلي معانا. ده الاكلة السويسي اللي على اصولها. طبعا هنا بقى معانا الشوربة غليت معانا، نزلت السمك زي ما انتم شايفين كده حبايبي. تنزلي السمك عشان تاخدي منها احلى شوربة، تعملي احلى رز في الدنيا. زي ما انتم شايفين كده تكوني بقى غسلة السمكة غسلة حلوة جدا. قلبتها كده تقلبتين وهغطي عليها. وهنروح هنا بقى معايا سمك اسمه بربوني حلو جدا، ده بياكل جمبري يا بنات، بيبقى طعمه تحفة تحفة تحفة، عامل زي ما يكون بتاكلي في جمبري. هنا بقى بمسكه انضفه، بتنضفيه على طول بايدك ما بياخدش حاجة خالص. بتمسكي زي ما انتم شايفين كده، بمسك اقطع بشد الراس بتاعته واقطع البطن وخلاص فقط لا غير. زي ما انتم شايفين كده اهي ما شاء الله عليها نونة شانل، في ثانية هتكون منضفاه. ربنا يديها الصحة ويقدرها يا رب على اولادها وزوجها، ويعينها عليهم وتعمل لهم كل اللي نفسها فيه، كل اللي نفسهم بيتمنوه ربنا ينوله لها، امين يا رب العالمين. اللي بيحب نونا شانل يا ريت القناة تكبر بيكوا يا احلى مشاهدين، واللايكات والمشتركين طبعا. كل المشتركين الجداد اللي دخلوا عندي على دماغي متشكرة منكم جدا يا احلى عيلة في الدنيا واحلى مشاهدين في الدنيا. طبعا هنا عملت بقى، مسكت بقى خلاص السمك بقى دخل في السوا، مسكت بقى غسلت الرز، هي شطورة. وراحت حاطة بقى عليها الشوربة بتاعت السمك عشان ياكل جوزها احلى سمك من ايديها. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هنا بقى بفضل انزل بقى بالشوربه كده. هنا بقى بتبل، هي مستعجله جدا عشان ولادها تلاقيهم عمالين يقولوا لها جعانين جعانين جعانين، ومعاها بقى ابنها الصغنن زيزو اللي بيجي يوم الجمعه والمغرب اتدنت وهو ما اتغداش بيفرج عليها الدنيا. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هنا بقى بقلي بقى السمك كده وعقبال بقى ما الرز يستوي وهنشوف هنكمل، خليكم معايا. هنا بقى نضفت خلاص شاطره وجميله ونونه، نضفت بقى السمك ووريتهولكوا كده يا احلى متابعين، ورجعت تاني في نفس اليوم في نفس الوقت بتقلي بقى السمك اهو. هنا بقى كان السمك الشوربه طبعا استوى عشان يدي طعم حلو، ده الاكل السويسي اللي على اصوله. بطلع السمك كله كده بحطه على الرز زي ما انتم شايفين كده جزل. طبعا الاكله دي عايزاكوا يا احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، تعالوا اتفضلوا معايا وانا اكلكوا احلى اكل سويسي. هنا بقى مسكته كله كده وسخنت حبة زيت، لازم تسخنيه وتحطيه بقى فوق فوق السمك الحلو ده وتغطيه عشان ينزل عليه. وادي الاكل بألف هنا وشفا على قلوبهم وعلى قلوبكم يا احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا. ويا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم يا احلى مشاهدين واحلى متابعين. واللي عايز يجي يتفضل معانا احلى اكل، احلى اكل طبعا الاكل السويسي على اصوله، واحلى واحلى يوم طبعا يوم الاجازة لما بيبقوا متجمعين، واحلى عيلة في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله.